بعد التعاقد مع اللاعب البرازيلي يان ساسي، لاعب برازيلي آخر ينضم لنادي الترجي التونسي. مهاجم برازيلي مميز ولاعب بإمكانيات تقدر تضيف لسكواد الترجي بشكل كبير. اللاعب اللي قدامك ده اسمه رودريجو رودريجيز، لاعب برازيلي الجنسية، مواليد 1996، يعني عنده 27 سنة في الوقت الحالي. مركزه في الملعب مهاجم صريح وطوله 191 سنتي وقيمته التسويقية 800,000 دولار. رودريجو بدأ مسيرته الاحترافية مع نادي فريفيريو البرازيلي وانتقل لأكتر من نادي بعد كده، منهم نادي أتلتيكو جويانينسي البرازيلي ثم إلى نادي برانا وده بيلعب في نفس الدوري، بالإضافة إنه خد تجربة احترافية مع نادي برتغالي اسمه فيلافرونكويسي، ثم انتقل لكانتور سبورتيفو وآخر نادي لعب فيه هو نادي ليوفونتورد وده نادي بيلعب في دوري الدرجة الثانية البرازيلي واللي انتقل منه إلى نادي الترجي. رودريجو لعب هذا الموسم 35 مباراة وقدر يسجل 12 هدف وصنع 3 أهداف. أما لو هنتكلم عن أبرز أرقامه مع الأندية اللي لعب فيها فهو لعب مع نادي كانتور سبورتيفو 53 مباراة بما يعادل 34 مباراة فعلية، سجل 16 هدف وصنع هدفين، ولعب مع نادي ليوفونتورد 32 مباراة بما يعادل 29 مباراة فعلية، سجل 12 هدف وصنع 3، ولعب مع أتلتيكو جويانينسي البرازيلي 16 مباراة بما يعادل 7 مباريات فعلية وقدر يسجل 4 أهداف. اما لو اتكلمنا بشكل عام فهو لعب على مدار مسيرته 132 مباراة بما يعادل 85 مباراة فعلية، قدر يسجل 35 هدف وصنع 5 اهداف، ولكن في اخر موسم قدم اداء جيد فعلا واللاعب ماشي على هامش تطور ممتاز فعلا. اتمنى يكون اضافة لنادي الترجي علشان نقدر نستفاد بشكل اكبر في قارة افريقيا باللاعبين اللاتينيين لانهم عندهم موهبة ممتازة واستثمار جيد جدا على المستوى التسويقي. استراحة محارب ونرجع نتكلم تاني. ورجعنا مرة تانية. لو اتكلمنا عن ابرز مميزات اللاعب واضح انه بيجيد لعب الضربات الرأسية ودي حاجة مميزة جدا لان تقريبا الترجي حاليا ما عندوش الفيرويد اللي بيلعب بدماغه بشكل كويس، بالاضافة انه لاعب متحرك بشكل كبير ودايما بيعمل التكملة مع الكرة التانية بشكل ممتاز، ودايما بيصدر ضغط على المدافع اللي قدامه علشان ما يطلعش بالكرة بشكل منتظم. كمان بيقدر يسدد برجله الاتنين بشكل جيد سواء اليمين اللي هي الاساسية او حتى الشمال اللي هي العكسية. التريبل بتاعه على الكرة ممكن يكون مش افضل حاجة ولكنه فينيشر كويس ولاعب بيقدر يسجل اهداف ممتازه فعلا ويقدر يضيف للترجي اذا انسجم مع الاجواء باذن الله. ولحد هنا يا صديقي انا خلصت كلامي، اتمنى اسمع رايك في الكومنتات تحت وتقول لي هل اللاعب ده يقدر يقدم اضافه للترجي الموسم القادم ولا انت شايف ايه، وهل هو صفقه ممتازه ولا كان الترجي محتاج مهاجم افضل من كده. اتمنى اللاعب يضيف مع نادي الترجي باذن الله. واخيرا اتمنى قبل ما تقفل الحلقه يا ريت توحد الله لا اله الا الله وتصلي على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام واعمل لايك للفيديو وسبسكرايب للقناه لو مش عامل. وكان معكم اخوكم طوفان اهلاوي، نتقابل في حلقه جديده ان شاء الله. سلام.